السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي، تعالوا النهاردة نكمل الدرس الثاني في الوحدة الثانية، دور خلفاء محمد علي في السودان. خدنا الحصة اللي فاتت إبراهيم وعباس وسعيد. النهاردة هنكمل وأهم واحد فيهم تقريبا وأشهر واحد فيهم اللي هو الخديوي إسماعيل. بس قبل ما نخش في أي حاجة في عصر الخديوي إسماعيل، عشان تفهم عصر الخديوي إسماعيل تعالى برضو نرجع لمحمد علي. وعايز اقول لك معلومه مهمه، ان اكتر واحد من خلفاء محمد علي تشابه مع محمد علي في الاهداف وفي الاعمال وفي الاصلاحات هو الخديوي اسماعيل. فحطها كده يعني عنوان عريض بالنسبه لك، ان اكتر واحد تشابه في اعماله مع محمد علي هو اسماعيل باشا حفيد محمد علي من ابنه ابراهيم. الحاجة التانية واللي هو كاتبها لك هنا وعمال يقول لك عليها ان هو استكمال. اللي هو ايه؟ استكمال. يعني محمد علي هو اللي حلم واسماعيل هو اللي نفذ الحلم دوت او اللي حقق الحلم ده. فأي حاجة هتشوفها هيقول لك اسماعيل استكمل ما بدأه محمد علي، أكمل ما بدأه محمد علي، وهكذا. فلازم تعرف ان اسماعيل باشا هو افضل واحد تقريبا من خلفاء محمد علي واكثرهم في الكشوفات الجغرافيه وفي الاصلاحات اللي اتعملت في السودان. تعال بقى نشوف الراجل دوت عمل ايه في السودان. وزي ما بدأنا محمد علي وشفنا اهدافه في السودان الاول مع بعض كده، الاهداف السياسيه والعسكريه والجغرافيه وكل الكلام ده، هو برضو بادئ معاك وبيقول لك يعني ايه فكره وهدف اسماعيل باشا من الاصلاحات اللي هو عملها في السودان. فتعال نشوف كده هدف الراجل دوت هو ايه بالظبط. فبادئ معاك بحاجه ظريفه، والكلمه اللي انا قلت لك عليها هو استكمال ما بدأه محمد علي. فيبقى دايما اسماعيل باشا كان بيستكمل وبيحقق حلم محمد علي على ارض الواقع. فبيقول لك اول حاجه يعني فيها تشابه، ان اسماعيل باشا اكمل ما بدأه محمد علي، وسعيد باشا كمان في موضوع تجاره الرقيق. يبقى هنا في تشابه ما بين محمد علي وسعيد واسماعيل الثلاثه في محاربه تجاره الرقيق. ودوت زي ما اتفقنا كان عمل انساني، ان هم الثلاثه يهتموا بالغاء تجاره الرقيق اللي هو كان عمل غير انساني بالمره، وهي فكره يعني الاتجار في البشر واستغلالهم وكل الكلام ده. فيبقى هنا كان في تشابه ما بين محمد علي وسعيد واسماعيل، وتقريبا ده التشابه الوحيد اللي موجود في الثلاثه، والثلاثه كانوا بيحاربوا تجاره الرقيق. طب تعالى تاني حاجه، بيقول لك رغبته في استكمال مسيره محمد علي في موضوع الكشوف الجغرافية لمنابع النيل. يبقى محمد علي أول واحد أدرك أهمية منابع النيل وكان حلمه هو السيطرة على منابع النيل والظروف الطبيعية منعته. إسماعيل كان عنده رغبة في استكمال حلم محمد علي والوصول إلى المنابع الاستوائية والمنابع الحبشية واكتشاف منابع النيل، وده اللي ما قدرش عليه محمد علي. إسماعيل هينجح في حتة منهم وهيقدر في الآخر زي ما هنشوف دلوقتي في الخريطة هيوصل للمنابع الاستوائية، وبرضه هيفشل في الوصول إلى المنابع الحبشية أو هضبة الأثيوبيا أو هضبة الحبشة. يبقى الاثنين ما بينهم تشابه، إن إسماعيل كان عايز يكمل ما بدأه محمد علي في تجارة الرقيق، ويكمل ما بدأه محمد علي في الكشوف الجغرافية في منابع النيل. بعد كده في كام حاجة ظريفة كده يعني دمها خفيف، أنا بحب الحاجات دي يعني، اللي هو الدور الحضاري لمصر ومحمد علي وخلفائه في حتة يقول لك الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر وحوض النيل، إدخال الحضارة الحديثة إلى إفريقيا وكل الكلام دوت. انت عارف ان اسماعيل عمل هنا عندنا في مصر اللي هو منطقة وسط البلد او القاهرة الخديوية اللي عملها شبه باريس يعني، وعمل قصور وعمل حاجات كتير قوي. فاسماعيل باشا كان عنده حضارة وكان عايز يخلي مصر جزء من اوروبا او احسن من اوروبا، والحقيقة ان هي فعلا كانت احسن من اوروبا يعني على الاقل حضاريا يعني. ونفس النظام كان عايز يعمله في السودان، ان هو يعمل مدن جديده زي المدن اللي عملها محمد علي، الخرطوم وكسلى، ويدخل فيهم نظم الحضاره الحديثه. فبرضه الخديوي اسماعيل كان عنده دور حضاري في نشر الحضاره الحديثه في السودان وتاكيد الوحده ما بين الشعوب الافريقيه او ما بين مصر والشعوب الافريقيه. اخر حاجه بقى ودي عايزك يعني تركز فيها قوي، الطموح الشخصي لاسماعيل باشا.
وده تشابه برضه. يعني ايه حضرتك؟ يعني احنا لما اتكلمنا قبل كده على محمد علي قلنا ان محمد علي كان عايز يكون امبراطوريه كبيره، وده كان هدف شخصي بالنسبه له. يعني محمد علي كان شايف ان مصر صغيره عليه. نفس النظام اسماعيل باشا، لان هو النسخه طبق الاصل من محمد علي، كان شايف ان مصر صغيره عليه، وحتى السودان بعد ما ضمها كان عايز اكتر من كده. فكان عنده طموح شخصي ورغبه كبيره في تكوين امبراطوريه. يبقى اهداف اسماعيل باشا متشابهه مع اهداف محمد علي. الاثنين كانوا عايزين يسيطروا على منابع النيل، الاثنين عايزين يلغوا تجاره الرقيق، الاثنين عايزين يعملوا امبراطوريه كبيره، الاثنين ادخلوا نظم الحضاره الحديثه وعملوا مدن في السودان وفي منطقه شرق افريقيا. فيبقى اكبر تشابه واضح جدا ما بين اسماعيل وما بين محمد علي، اللي هو كان نسخه طبق الاصل من جده، وان كان في اختلاف واحد. لما تدرس بقى تاريخ مصر بجد تعرف الاختلاف ما بين محمد علي واسماعيل كان عامل ازاي. طيب تعالى بقى حضرتك كده نكمل ونشوف اسماعيل باشا يعني هيعمل ايه. وقبل ما تشوف اسماعيل باشا هيعمل ايه واعماله، تعالى نشوف خريطة مصر في عهد اسماعيل باشا ونقارنها بالخريطة في عهد محمد علي. وبرضو عايز أكد عليك معلومة إن محمد علي دولته وصلت لمساحات كبيرة جدا واتخذت منه في معاهدة لندن زي ما اتفقنا، واكتفى بس بحكم مصر والسودان. فلما جه اسماعيل ومن قبله سعيد وعباس وابراهيم كان دي حدود مصر خلاص، اللي هي مصر والسودان، وبدأ يتوسعوا يعني جنوب السودان أكتر من كده. لكن دولة محمد علي في المطلق كانت أكبر من دولة الخديوي واسماعيل طبعا. حلو الكلام؟ طيب تعالى بقى نشوف التوسعات اللي عملها الخديوي واسماعيل. الاول بس كده تعالى نرسم هنا كده حدود مصر في عهد محمد علي، الحدود الجنوبيه. ركز اهي، دي كانت حدود محمد علي في المنطقه الجنوبيه، يعني تقريبا كانت واصله لحد هنا اهي. دي الفتوحات اللي عملها او التوسعات اللي عملها محمد علي. يعني حتى دي تقريبا يعني مش موجوده الحته دي كده، لا يعني اصغر من كده كمان، كانت لحد هنا. دي كانت دوله محمد علي في السودان. فحضرتك كده بمنتهى البساطه كل اللي انت شايفه قدامك ده هنا، كل المنطقه ديت منطقه اضافها اسماعيل الى الدوله المصريه. كل المنطقه اللي خارج الحدود الحمراء دي منطقه اضافها اسماعيل الى مصر من خلال الكشوفات الجغرافيه بتاعته. ومش سعيد بس، عشان حرام يعني انا اسف، مش اسماعيل بس، سعيد كمان كان ليه دور في بعض الفتوحات ما بعد محمد علي او التوسعات. فالمنطقه اللي انت شايفها في شرق افريقيا هنا او في وسط افريقيا عند المنابع الاستوائيه، المنطقتين دول كانوا نتيجه جهود سعيد واسماعيل الاثنين مع بعض. لكن في المجمل اسماعيل كان ليه الدور الاكبر في التوسعات دي. طيب تعالى بقى، وعشان تفهم اعمال اسماعيل والاصلاحات الاداريه اللي هيعملها وكل الكلام اللي هيعمله، لازم تركز شويه في الخريطه. لا ده مش تركز شويه، ده انت تركز قوي في الخريطه عشان تفهم الراجل ده هيفكر ازاي او بيفكر ازاي وهيعمل ايه. طيب تعالى كده بقى حضرتك نمسك واحده واحده. اول حاجه ان اسماعيل باشا قدر يوصل للمنطقه دي، والمنطقه دي يعني في منطقتين زي ما اتفقنا مهمين جدا، المنابع الاستوائيه والمنابع الحبشيه اللي هي المنطقه دي. طيب اسماعيل باشا قدر يوصل للمنابع الاستوائيه، لكن المنابع الحبشيه هو فشل، ومن قبليه سعيد فشل ومحمد علي، كل الناس دي فشلت ان هي تطلع اثيوبيا فوق وتحتل اثيوبيا. لكن الاهم ان اسماعيل قدر ينزل جنوبا ويوصل لمديريه خط الاستواء ومنطقه بحيره فيكتوريا. يبقى هنا اسماعيل انتصر على مين؟ لو انت بقى اتفرجت على الفيديو بتاع سعيد، اسماعيل هنا انتصر وسبق مين؟ ايوه الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه اللي راحت المنابع الاستوائيه قبل اسماعيل وسمت البحيرات اللي هناك زي بحيره البرت وبحيره فيكتوريا زي ما اتفقنا وادوارد، وكل البحيرات اللي موجوده هناك كلها اتسمت على اسامي ملوك بريطانيه. لكن بريطانيا ما سيطرتش سيطره كامله، اللي قدر يسيطر سيطره كامله على المناطق ديت
كان الخديوي اسماعيل. يبقى اول نجاح حققه اسماعيل، ده مش اول نجاح، ده نجاح كبير قوي، ان قدر اسماعيل يوسع الحدود الجنوبيه لمصر وصولا الى بحيره فيكتوريا والى منطقه خط الاستواء. ولو انت واخد بالك من الكلمه كده، مملكه اوغندا، يعني دوله اوغندا دي اللي هي موجوده حاليا كانت جزء من دوله مصر في عهد الخديوي اسماعيل. تمام؟ يبقى ده اول نجاح عمله اسماعيل. طيب النجاح الثاني انه ضم اجزاء من غرب السودان، منطقه دارفور وكردفان والفاشر والكلام ده كله. ولو انت متابع اللي بيحصل في السودان هتسمع اسامي المدن ديت، لان دي مدن مهمه جدا في الحرب اللي في السودان حاليا علشان ديت. ويعني لو انت فاكر برضو الذهب اللي محمد علي كان عايزه من السودان، اغلب الذهب موجود في المنطقه ديت، في منطقه دنقله هنا ومنطقه دارفور وكردفان في منطقه غرب السودان. يبقى اسماعيل باشا قدر يضم غرب السودان ويضم منطقه المنابع الاستوائيه. دول اول منطقتين ضمهم اسماعيل باشا. طيب المنطقه الثالثه بقى، ودي منطقه غايه في الاهميه، وهنا بقى هفتح معاك موضوع التجارة اللي عملها وعصر عباس وسعيد. ما اتكلمناش عن التجارة كتير وأجلناها لعصر إسماعيل، جه دورها بقى دلوقتي وهتفهم ليه إسماعيل اهتم قوي بالتجارة. طيب بص يا سيدي الفاضل، كل المنطقة اللي انت شايفها ديت اللي بتطل على البحر الأحمر وخليج عدن، كل المنطقة ديت قدر إسماعيل باشا إن هو يسيطر عليها. طب المنطقة دي فين برضو الأول كده برضو علشان هو بيلعب معاك في الكتاب، يقول لك عليها شرق هضبة أثيوبيا، عشان لو جه لعب معاك كده ما يقولكش منطقة ساحل خليج عدن أو جنوب البحر الأحمر مباشرة، يقول لك شرق هضبة أثيوبيا. قدر يتوسع إسماعيل في منطقة شرق إيه؟ شرق هضبة أثيوبيا، اللي هي المنطقة اللي برضو لو حب يلعب معاك يقول لك جنوب غرب وجنوب البحر الأحمر، يقول لك جنوب خليج عدن، مش مهم. المهم ان كل المنطقه اللي انت شايفها في شرق افريقيا اللي بتطل على البحر الاحمر قدر اسماعيل باشا ان هو يسيطر عليها كلها. ولو خدت بالك اسماعيل يعني ما دخلش في المناطق اللي جوه، اكتفى فقط بالسيطره على الايه؟ على الساحل، على البحر. طيب ليه؟ لو انت شاطر، هو اكيد عمل كده علشان يقدر يسيطر على المناطق التجارية والموانئ التجارية وحركة التجارة في المجمل في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. طيب ليه؟ لأن في الفترة ديت، ودي حاجة مهمة جدا، تم افتتاح قناة السويس. يعني هنا نقدر نرسم قناة السويس بمنتهى البساطة. يعني قناة السويس اتفتحت 1869، يعني بعد ما اسماعيل باشا تولى الحكم بست سنين، فكان افتتاح قناة السويس في مصر يعني شيء مهم جدا 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 جدا، ونقل مصر نقلة كبيرة جدا في العالم، وخلى مصر هي المركز التجاري في العالم كله. وبالتالي علشان تأمن قناة السويس وتأمن الملاحة في قناة السويس، لازم تأمن الملاحة وحركة التجارة في البحر الأحمر كله. علشان كده اسماعيل، ولو انت ركزت في الخريطة، محمد علي كان واصل لحد مسوع هنا، فكان لازم اسماعيل يسيطر على منطقة جنوب البحر الأحمر، وخاصة المنطقة الاستراتيجية اللي هنا اللي هي مضيق ايه؟ خدناه في الترم الأول، أيوة طبعا مضيق باب الايه؟ باب المندب. يبقى قدر اسماعيل باشا انه يسيطر على البحر الأحمر بالكامل وعلى خليج عدن وعلى باب المندب. طيب ليه سيطر عليهم وليه عمل توسعات في الحته ديت؟ هل الحته دي فيها منابع نهر النيل؟ يعني هو ومحمد علي كانوا بينزلوا ويمشوا في نهر النيل عشان عايزين يعرف هو جاي منين. طب هل منطقه شرق افريقيا كانت مهمه في نهر النيل؟ لا، هي مهمه لحركه الايه؟ التجاره، وخاصه بعد فتح او بعد افتتاح قناه الايه؟ السويس للملاحه. فكان تامين قناه السويس شيء مهم جدا جدا جدا. يبقى حضرتك عايزك تفرق كويس جدا ما بين الفتوحات اللي عملها اسماعيل باشا في الجنوب او عند خط الاستواء، دي كان ليها علاقه بنهر النيل، انما التوسعات اللي عملها في شرق افريقيا او في شرق هضبه اثيوبيا عملها علشان يأمن التجارة. ده الفرق ما بين الفتوحات هنا أو التوسعات هنا والتوسعات إيه؟ والتوسعات
هنا. طيب حاجه برضو مهمه في الحته ديت، ان المنطقه ديت منطقه شرق افريقيا برضو خدناها في الترم الاول، هي بنسميها منطقه القرن الافريقي، بنسميها منطقه الايه؟ القرن الافريقي او منطقه شرق افريقيا. انا بقول لك كل المسميات اللي هو ممكن يلعب معاك فيها، سواء قال لك منطقه شرق افريقيا او منطقه القرن الافريقي او شرق هضبه اثيوبيا او جنوب البحر الاحمر، خلاص، او المدخل الجنوبي لقناه السويس، كل ده هو بيقصد بيها المنطقه ديت اللي هي حاليا جزء من دوله الصومال ودوله جيبوتي كلها. يعني بسم الله ما شاء الله، اسماعيل باشا دولته كانت مصر والسودان ودوله جنوب السودان واوغندا وجيبوتي وجزء من دوله الصومال ودوله ارتريا اللي هي جزء دي مش دوله عربيه، يعني كانت جزء من اثيوبيا. فكل الدول دي وكل المساحه دي كان مسيطر عليها مين؟ اسماعيل باشا. خلاص، يبقى اسماعيل باشا توسعاته كان ليها هدفين: تأمين طرق التجارة في منطقة البحر الأحمر، واكتشاف منابع النيل، وتأمين المية لمصر يعني، وتحقيق الأمن المائي لمصر. فده كان دور اسماعيل باشا في منطقة أفريقيا. طيب تعالى بقى كده حضرتك، يعني بيكلمك برضو على كل الكلام اللي أنا قلته لك دوت، بس في حتة صغننة كده، ان اسماعيل باشا اعتمد على ضباط اجانب وضباط من الجيش المصري، ضباط اجانب وضباط من الجيش الايه؟ المصري. طب ليه باكد لك بس على المعلومه ديت؟ لو رجعت لمحمد علي يقول لك ان محمد علي اعتمد على ضباط فرنسيين وضباط مصريين. فهنا ما قالكش فرنسيين، هو قال لك اجانب. معنى كده ان كان ممكن يبقى فيهم انجليز، من النمسا، من بلجيكا، دي كانت دول كبيره في اوروبا في الوقت ده يعني. فيبقى هنا في فرق كده بسيط برضو ممكن يلعب معاك فيه، ان اسماعيل لم يعتمد على ضباط فرنسيين فقط، انما اعتمد على ضباط اجانب في المطلق، ما قالكش ان هم فرنسيين. وبعد كده قدر زي ما انت شايف ان هو يعمل كل التوسعات دي، سواء في منطقه شرق افريقيا او في منطقه حوض النيل بشكل عام. طيب كل ده جميل جدا، وكل دي حاجات رائعة قدر يعملها اسماعيل باشا، ويتوسع ويحقق حلم محمد علي ان هو يسيطر على المنابع الاستوائية. اي نعم فشل في المنابع الاثيوبية او الحبشية، بس دي كله فشل فيها. انا عايز اقول لك ان اثيوبيا تقريبا من الدول الوحيدة اللي في العالم اللي لم تحتل. يعني اثيوبيا احتلت مره واحده كده من ايطاليا كام سنه قبل الحرب العالميه الثانيه، لكن في المجمل اثيوبيا وبسبب طبيعتها الجغرافيه صعب جدا احتلالها، لان هي هضبه زي ما اتفقنا، وفي شلالات ومستنقعات وامطار غزيره جدا خاصه في الصيف، فالسيطره على اثيوبيا والدخول معاها في حرب ده شيء صعب جدا يعني. طيب كده يبقى احنا خدنا اهداف اسماعيل: عايز يتوسع ويعمل امبراطوريه ويحقق حلم محمد علي ويلغي تجاره الرقيق وينقل الحضاره المصريه والاوروبيه الى منطقه افريقيا، ويؤكد على الوحده الجغرافيه والاقتصاديه لمصر ودول حوض النيل اللي هو البعد الاستراتيجي بتاعنا ومجالنا الحيوي، والكلام ده شرحناه في محمد علي. كمان خدنا التوسعات اللي عملها اسماعيل باشا. تعال بقى لاخر حته في عصر اسماعيل: الاصلاحات. وهي مش حته صغيره، مش اخر حته، انا خلاص كده الحصه خلصت، لا يعني لسه بدري خلاص. لكن تعال نشوف اصلاحاته بقى في كل المجالات واحده واحده. وبرده زي ما عملنا في عصر سعيد، التشابه والاختلاف ما بين اسماعيل وسعيد ومحمد علي في الاصلاحات دي كلها. طيب نمسك اول حاجه بيكلمك عنها، هو التعليم. خلاص، التعليم يعني عمل فيها حاجات زي اللي عملها محمد علي بالظبط. يعني لو ترجع لمحمد علي، الراجل عمل كتاتيب وعمل مدارس ابتدائيه واعداديه في المدن، وكان بيجيب الطلبه السودانيين يتعلموا في مصر هنا شؤون عسكريه واداريه وزراعيه، وكان بيبعت ناس من الازهر، وكان في ناس بتيجي تدرس من الازهر الشريف في مصر. وكل الكلام ده حصل في عهد محمد علي. تعال بقى نشوف اسماعيل عمل ايه. وخلي بالك هنا بس في نقطه مهمه كده برضو من الحاجات اللي انت ما درستهاش: اعمال سعيد في التعليم اصلا كانت اعمال كارثيه. انا عايز اقول لك ان سعيد باشا اللي حكم مصر قبل اسماعيل ده لغى التعليم في مصر اصلا. فانت تتوقع كده وتفهم لوحدك، واحد لغى التعليم في مصر هيعمل ايه بقى في التعليم اللي في السودان؟ اكيد برضو باظ. فيبقى التعليم برغم ان عباس عمل مدرسه ابتدائيه، انا معاك، لكن في المجمل حاله التعليم في السودان
في عهد سعيد وعباس حصل فيها ايه؟ تدهور من بعد النهضه اللي عملها محمد علي. طب لما يجي بقى اسماعيل تعال نشوف عمل ايه. بيقول لك نمره واحد اسماعيل انشأ بعض المدارس والمكتبات العامه، عمل مدارس وعمل مكتبات عامه. خلاص؟ عمل مدارس وعمل مكتبات عامه في السودان وفي منطقه القرن الافريقي، اهي قايل لك القرن الافريقي اللي هي منطقه الصومال يعني، وارسل المعلمين من مصر هنا، وارسل علماء الازهر الشريف، يعني تقريبا نفس اللي عمله محمد علي، انه عمل مدارس وارسل ناس بتوع الازهر وكان في طلبه بيجي هنا، يعني كل الكلام ده جميل، واضح ان هو استكمال لعهد محمد علي. الحاجه الثانيه بقى وبيربطها لك هو على طول بعباس باشا الاول، ايه هي؟ ان هو ارسل خريجي مدرسه الخرطوم اللي عملها عباس باشا الى مصر لاتمام دراستهم هنا في مصر. يبقى الحاجه الوحيده الحسنه اللي عملها عباس ان هو عمل مدرسه ابتدائيه في الخرطوم اللي كان الناظر ليها رفاعة الطهطاوي. اسماعيل عمل ايه؟ جاب الطلاب المتفوقين في المدرسه ديت عشان يستكملوا تعليمهم هنا في مصر. يبقى اسماعيل باشا أعاد بناء المدارس وأنشأ المدارس والمكتبات العامة وأرسل معلمين إلى السودان، كمان استقدم الطلبة المتفوقين في مدرسة الخرطوم عشان يكملوا تعليمهم هنا في مصر، وده دليل على الدور الحضاري اللي بتلعبه مصر في قارة إفريقيا بشكل عام. حاجة؟ وقت قد ايه؟ ماشي ضمن 10 دقائق او ربع ساعه، يعني هياخد برضه 30 35 دقيقه، كويس زي الفل. طيب وبيقول لك ان نتيجه لاعمال اسماعيل باشا في التعليم في انشاء المدارس وكل الكلام ده، ازداد عدد إن يعني النبغه او النوابغ من السودانيين بعد ما لقوا الفرصه ان هم يتعلموا بشكل كويس سواء في السودان في المدارس اللي هناك او هنا في مصر يستكملوا تعليمهم. بدا يظهر علماء سودانيين وفي كل المجالات، وده برضو بيؤكد على دور مصر الحضاري في افريقيا. وزي ما قلنا المره اللي فاتت احنا ما رحناش علشان نحتل او ان احنا نحكم الشعوب ديت بقوه استعماريه وكل الكلام دوت، مصر مش ده دورها، مصر دائما بتنشر الحضاره في المناطق اللي موجوده في قاره افريقيا. طيب اللي بعديها التقسيم الاداري. تعالى بقى التقسيم الاداري لان ده فيه لعب كتير. خلاص طيب نفتكره تاني كده. قلنا محمد علي عمل كم مديريه؟ 7 صح؟ سعيد 5. طب ما تيجي تجمعهم كده 12. يبقى اسماعيل قسم السودان الى كم مديريه؟ 12. يبقى محمد علي 7 وسعيد 5. طب اسماعيل 12 مديريه. حلو الكلام؟ يبقى اول حاجه واول اختلاف اهو ما بين اسماعيل وما بين محمد علي وسعيد هو التقسيم الاداري، الثلاثه مختلفين فيه. لكن مثلا تجاره الرقيق الثلاثه اتفقوا فيه، خلي بالك والنبي. حلو الكلام؟ طيب اسماعيل بقى عمل ايه؟ قسم السودان الى 12 مديريه. طب هل هيكتفي بكده؟ لا، وهيعمل كمان 5 محافظات على الساحل الشرقي للسودان. خلاص؟ اللي هو غرب البحر الأحمر، يعني كل منطقة القرن الإفريقي وكل المناطق اللي بتطل على البحر الأحمر عمل فيها محافظات غير ال 12 مديرية. ادي ال 12 مديرية اهو زي ما انت شايف، وصولا لمديرية خط الاستواء ومديرية فاشودة والفاشر اللي قلنا عليها وكردفان ومديرية الخرطوم اللي هي العاصمة ودنقلة اللي كان فيها الذهب، دي اشهر المديريات اهو، ومديرية كسلة اللي عملها محمد علي في شرق السودان وكانت مركز اداري كبير جدا. خلاص؟ محمد اسماعيل باشا بعد ما قسم السودان نفسها ل 12 مديرية بدأ ان هو يعمل 5 مدن او 5 محافظات على ساحل البحر الاحمر. سمعتك اهو. يبقى عمل كده ليه؟ عشان يأمن طرق التجارة اللي موجودة في البحر الاحمر. يبقى قسم السودان نفسها 12 مديرية وجه عند البحر الاحمر وعملها محافظات غير ال 12 مديرية اللي عملهم، وده علشان يديهم قوة وعلشان يبقى ليهم دور اكبر في تأمين التجارة في منطقة البحر البحر الاحمر.
طيب جميل جدا الكلام ده. يبقى نقول تاني الاصلاحات الاداريه او التقسيم الاداري، بلاش اصلاحات، يعني هو اللي عمل اصلاحات اداريه محمد علي، لان السودان ما كانش فيها نظام اداري اصلا، فده اصلاحات. لكن بعد كده يعني اعيد التقسيم مره تانيه، يبقى محمد علي خلاهم 7 وسعيد خلاهم 5، جه اسماعيل خلاهم 12 مديريه ومعاهم 5 محافظات في منطقه ساحل البحر الاحمر. طيب تعالى كده نكمل، اديك بدات تفهم اهو ان الخريطه ديت والخريطه بتاع توسعات اسماعيل مهمه جدا جدا جدا. خلاص؟ طيب ركز بقى معايا. اللي بعديها حاجه يعني سهله وبسيطه، الزراعه. اكيد يعني السودان دوله زي ما اتفقنا كلها خير، والسودان عندها كذا نهر، العطبره والسباط والنيل الازرق والنيل الابيض وكل المناطق دي، وبحر الجبل والغزال مش عارف ايه، فعندهم اراضي زراعيه كتيره جدا، عندهم كميات امطار، وبالتالي كان اي حد بيحكم السودان لو هو انسان ذكي هيهتم جدا بالزراعه، وده اللي عمله محمد علي لما ادخل محاصيل جديده وادخل اساليب ري جديده وارسل مزارعين مصريين هناك يتعلموا وكل الكلام ده. طب اسماعيل بقى عمل ايه؟ نفس النظام، استصلح الاراضي الزراعيه وانشا المدارس وانشا المزارع. خلاص؟ وبالتالي زود الانتاج الزراعي، وده اللي عمله محمد علي بالظبط، مفيش اي مشكله فيها. طيب نقطه بقى صغيره، لو انت فاكر كويس محمد علي اهتم بزراعه ايه اكتر محصولين؟ يقول لك نمره 1 اهتم بالقطن، ونمره 2 اهتم بقصب السكر. طب اسماعيل هيهتم اني من الاثنين؟ اكتر حاجه هيهتم بيها اسماعيل وهي القطن. يبقى محمد علي اهتم بالقطن والقصب، لكن اسماعيل اهتم بالقطن. يبقى هنا كان في اختلاف في المحاصيل اللي اهتم بيها محمد علي واللي اهتم بيها اسماعيل. طب السؤال، هو ليه اسماعيل اهتم قوي بالقطن يعني بالذات عن قصب السكر وعن اي محصول تاني؟ لان القطن ده وزي ما هتعرف في الوحده الثالثه ان هو محصول نقدي، يعني بيجيب فلوس كتير. في الوقت ده كان يعني ده كان في بورصه يا راجل في مصر، اللي بورصه القطن في منيا البصل في اسكندريه تقريبا. فيعني عايز اقول لك ان القطن ده كان من اهم مصادر الدخل والثروه لمصر وللسودان طبعا، وخاصه ان القطن المصري والسوداني اسمه قطن طويل التيله. خلاص؟ يعني بيعمل قماش ناصع البياض ومتماسك وناعم، وقطن جودته عاليه جدا. فبالتالي اسماعيل اهتم جدا بزراعه القطن علشان يصدره، مش علشان يعمل يعني ملابس للمصريين الغلابه اللي هو احنا، لا، علشان يصدر القطن بشكل كبير. طيب يبقى هنا الاثنين اهتموا بالزراعه وكل حاجه مفيش مشكله، لكن الفرق ان اسماعيل اهتم بالقطن، محمد علي اهتم بالقطن وقصب السكر. طيب تعالى كده للي بعديها. اللي بعديها طرق النقل والتجاره. هنا بقى تعالى بقى، يعني هنا بقى هنجيب بقى معانا سعيد وعباس ونمسك طرق التجاره دي كلها ونشوف القصه هتمشي فيها ازاي. بس قبل بقى يعني ما نتكلم الكلام دوت، عايز بس اقول لك حاجه مهمه. نبدا بالتجاره. كلمه التجاره دي انا عايز ابدا لك بس فيها علشان دي نقطه مهمه وهتفهمك انا عايز اقول ايه. بص يا سيدي الفاضل، فكره التجاره كلها هي عمليه البيع والشراء. حلو الكلام. طيب بتبيع وتشتري ايه؟ ببيع واشتري منتج، مش زي تجاره الرقيق ببيع واشتري انسان. لا، انا ببيع واشتري منتج، بشتري سلعه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب انت بقى علشان تتاجر انت محتاج ايه؟ محتاج نمره 1 المنتج، صح كده؟ اللي هو المحصول الزراعي او الصناعي ايا كان المنتج اللي انت هتبيعه. طيب تاني حاجه محتاج الطريق اللي انا همشي فيه، سواء طريق بري او نهري او بحري، الطريق اللي انا همشي فيه وانقل فيه المنتج بتاعي. تالت حاجه محتاجها وسيله النقل، انا هنقل في ايه؟ مش هشيل البضاعه على كتفي، انا عايز وسيله نقل اقدر امشي فيها. فحضرتك لو انا همشي في البحر فانا عايز سفينه، همشي في النهر انا عايز سفن نيليه زي اللي عملها محمد علي. خلاص؟ لان هي بتبقى اخف شويه عشان كثافه الميه. خلاص؟ الطرق البريه محتاج انك تعمل لي استراحات على الطريق التجاري علشان الدواب ترتاح وكل الكلام دوت، وده عمله محمد علي وعمله سعيد وكل حاجه. خلاص؟ فمحتاج حضرتك المنتج، محتاج الطريق، ومحتاج الوسيله اللي هنقل بيها، ومحتاج حاجه كمان اسمها الامن.
اسمها الايه؟ الامن. يبقى التجاره محتاجه ايه حضرتك؟ يلا اكتبهم كده ورايا. التجاره محتاجه 4 حاجات. نمره 1 محتاجه امن، نمره 2 محتاجه منتج. تعال بقى نشوف اسماعيل عمل ايه وقدر يوفر الكلام ده ازاي. نمسك اول حاجه كده المنتج. خلاص قبل ما نمسك الامن نفسه، هل كان في منتج يتباع؟ طبعا، انت كنت بتزرع وبتصنع وكل حاجه في الدنيا، فالمنتج موجود. يلا بيع، يلا بقى نشتغل. حلو الكلام. طيب تعالى للنقطه الاولانيه اللي هو الامن. بيقول لك بمنتهى البساطه ان اسماعيل فرض الامن في منطقه شرق افريقيا ومنطقه المنابع الاستوائيه والسودان عامه كان فيها امن، وحتى في مصر هنا كان في امن في كل حته موجوده. والكلام ده بدأ من عهد محمد علي لما استغل شيوخ القبائل ان هم يفرضوا له الامن في المناطق بتاعتهم. كمان الامن كان مستتب بشكل كبير جدا في عهد سعيد وعهد اسماعيل، وبالتالي اتوفر اهم عنصر للتجاره وهو الايه؟ وهو الامن. يبقى استقرار الامن ساعد على انتشار التجاره بشكل كبير. والحاجه الثانيه اللي بعديها اللي هو كاتبها لك هو العديد من الطرق والمراكز الايه؟ التجاريه. يبقى كمان الطرق كانت متوفره. يبقى بقى عندنا منتج، عندنا امن، عندنا طريق ننقل بيه، وبالتالي ازدهرت حركه الايه؟ التجاره في عهد اسماعيل باشا بشكل كبير. طيب تعالى بقى نمسك حاجه كمان مهمه وهي الوسيله. هل اسماعيل باشا وفر الوسائل اللي احنا محتاجينها؟ طبعا، ده اسماعيل باشا بمنتهى البساطه اصلح الترسانه البحريه اللي عملها محمد علي في الخرطوم لو انت فاكر. وحتى هنا عندنا في مصر، وده الكلام برضو انت لسه ما تعرفوش، ان هو اصلح الترسانات البحريه اللي عملها محمد علي في بولاق وفي الاسكندريه. وبالتالي كان السفن موجوده والامن موجود والمنتج موجود والطريق موجود، فبدات تزدهر حركه التجاره بشكل كبير جدا 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 جدا. طيب تعالى بقى والنقطه الاهم ايه هي؟ هو طرق النقل. طرق النقل حضرتك في عندنا 3 طرق للنقل، وهو حاليا في الوقت اللي احنا فيه في رابع. ماشي؟ طب ايه طرق النقل؟ قال لك نمره 1 في حاجه اسمها الطرق البريه، انك تمشي على البر، تمشي على الارض. في تاني الطرق النهريه اللي هي في نهر النيل. في ثالث اللي هي الطرق البحريه، تمشي في البحر. حلو الكلام؟ حلو. وفي الوقت الحالي اللي هي مش موجوده زمان الجويه اللي هي الطيارات يعني. بس في عهد اسماعيل كان في 3 طرق للتجاره، اما تتاجر برا او بحرا او نهرا، حاجه من ال3. طيب عشان تتاجر في ال3 خلاص اتفقنا ان الامن موجود، ماشي، والطريق موجود. حلو. طيب نخش في النقطه اللي بعديها اللي هي ايه بقى حضرتك؟ وسيله النقل اللي انت هتستخدمها. فتعالى بقى في النقطه دي مهمه جدا. نمسك اول حاجه الطرق البريه. بيقول لك ان الراجل بمنتهى البساطه حسن الطرق البريه بين مصر والسودان وما بين السودان ومناطق شرق افريقيا. ماشي، جميل جدا. طيب الاهم ان هو مد خطوط السكه الحديد بمحاذاه نهر النيل في السودان. ايه بقى الجمله ديت؟ وايه موضوع نهر النيل؟ ادي القطر اهو زي ما انت شايف كده. بص حضرتك، وعايزك تركز معايا والنبي في النقطه دي كويس جدا 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 جدا. طيب او اقول لك هات الايه الخريطه ديت احسن اهي، لان دي جايبه مصر كلها. يعني انا عايزك كده تركز معايا. ايه موضوع السكه الحديد ده؟ بص يا سيدي الفاضل، انا قلت لك ان في عهد عباس وسعيد بدات تظهر حاجات تكنولوجيه جديده في العالم زي السكه الحديد. السكه الحديد ظهرت في عصر عباس باشا وممكن من اواخر عصر محمد علي. وعباس باشا اول واحد فكر يعمل قطر في مصر، وسعيد كمله، وكان قطر من اسكندريه للقاهره للسويس. ركز معايا عشان تربط. لما جه اسماعيل باشا لقى ان القطر ما بين القاهره واسكندريه والسويس، راح مادد القطر لحد اسوان. طيب هل اكتفى بكده اسماعيل؟ لا، ده مد خط القطر الى الخرطوم في السودان، الى مدينه الايه؟ الخرطوم. فاكر في عصر عباس الجمله اللي قلت لك سيبها لما الخرطوم بقت هي مركز تجاري؟ فاكر الكلام دوت في منطقه افريقيا وكل الكلام ده، وازدهرت التجاره في افريقيا. يبقى اسماعيل باشا
لما لقى القطر من اسكندريه للقاهره للسويس، بدأ اسماعيل يمد القطر لأسوان ومن ثم إلى الخرطوم. تمام؟ وزي ما قلت لك إن التجارة كانت نشطة جدا من عصر عباس. حلو الكلام؟ طيب لكن نشطت أكتر في عهد إسماعيل باشا لما بدأ يمد خطوط السكة الحديد. يبقى هنا الفكرة إن الطرق البرية بقت طريقين، إما تركب الدواب اللي هي الجمال والحصنة والمحطات اللي معمولة لك من عصر محمد علي، او انك تاخد الطريق الاسرع اللي هو بالقطر مباشره. حلو الكلام؟ ودوت اللي عمله اسماعيل باشا عشان يسهل من حركه النقل والتجاره. خلاص؟ فبص بقى كده حضرتك، عايزك يعني ركز معايا في حاجه كده. بص يا سيدي، يعني مصر في الفتره دي كانت مركز التجاره البحريه في خليج عدن والبحر الاحمر وقناه السويس وتخش البحر المتوسط. طب لو تجاره بريه، خلاص، جنب نهر النيل معمول لك محطات. طيب سكة حديد جنب نهر النيل، معمل لك قطر سكة حديد من الخرطوم لحد اسكندرية. ياخد يوم ولا 2 ولا حاجة عقبال ما يوصل، بس أسرع كتير من إنك تمشي بسفينة. يبقى مصر في الوقت ده كانت مركز تجاري. خلاص، عشان كده قلت لك أجل موضوع عباس وسعيد، هتفهمه في عصر إسماعيل، لأن النقلة اللي حصلت هو السكة الحديد ومن بعدها إنشاء قناة السويس. فبقى في حاجتين في مصر مهمين جدا، طرق تجارية، سواء الطريق البحري أو الطريق البري. فيبقى البضائع بمنتهى البساطة بتنتقل من وسط إفريقيا ومن الهند وكل المناطق ديت لميناء اسكندرية بمنتهى البساطة، سواء عن طريق القطر أو عن طريق قناة السويس. يبقى الطرق التجارية اللي عملها إسماعيل باشا، سواء طرق برية أو سكة حديد وكل الكلام دوت، ساعدت مصر بشكل كبير إن مصر مش بس هي والسودان يبقى في حركة تجارة، ده كمان مصر بقت هي المركز التجاري في إفريقيا والعالم، والسودان بقى كانت هي المركز التجاري اللي بيربط مصر بإفريقيا. يعني كانت محطة مهمة جدا نقل البضائع إلى السودان، ومن بعد كده نقل البضائع ديت إلى مصر، سواء عن طريق السكة الحديد أو الطرق البرية أو الطرق البحرية. طيب تعالى اللي بعديها للملاحة النهرية. عايزك تركز معايا في موضوع الملاحة النهرية دوت، علشان ده موضوع مهم جدا. طيب ايه موضوع الملاحة النهرية دوت؟ بص يا سيدي الفاضل، انت في مشكلة عندك كبيرة جدا 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 في الملاحة النهرية، وهي الجنادل. لو انت فاكر اتكلمنا عنها حتى من الترم الاول، وقلنا ان احنا عندنا في نهر النيل 6 جنادل، واحنا بناخد التوسعات في افريقيا، قلت لك ركز كل جندل وقفنا عنده فين وكل الكلام ده. طب الجنادل ديت كانت حدوده بتأمننا ومش عارف ايه، لكن كانت بتعوق حركة الملاحة بمنتهى البساطة. طيب هل اسماعيل باشا راجل يعني مش بيفكر؟ لا طبعا بيفكر كويس جدا كمان. طب هيعمل ايه؟ قال لك هيشق قنوات في منطقة الجنادل، هيكسر صخور الجنادل زي ما عمل قبل كده سنوسرت الثالث في التاريخ المصري القديم، وانت برضو خدناها في الترم الاول، انه عمل قناة في صخور الجندل الثاني، ده اللي عمله سنوسرت. خلاص كده اسماعيل عمل نفس النظام، شق القنوات في مناطق الجنادل. يبقى اسماعيل اشتغل في الطرق البحرية وأمنها كويس ومعرفش وايه، اشتغل في الطرق البرية سواء البر عادي للدواب او للسكة الحديد، وكمان رايح للطرق النهرية. انتوا ايه مشكلتكم؟ الجنادل، يلا نكسرها. حلو الكلام. فاسماعيل قدر ان هو يصلح مجرى النيل، خلاص، من منطقة جنوب وادي حلفة، خلاص، واصبح صالح لمرور السفن، واصلح الترسانة البحرية اللي انا قلت لك عليها. طيب يبقى اسماعيل باشا الراجل اشتغل في كل حاجة في النقل والطرق والمواصلات، برية بحرية نهرية، كل حاجة، ما سابش حاجة. آخر حاجة عايز أقولها لك عشان بعد كده خلاص كده عصر إسماعيل خلص، إن المنطقة بتاعة شرق إفريقيا والبحر الأحمر، خلاص، خاصة مدينة بربرة، خلاص، هنا عمل إيه بقى إسماعيل؟ وفي مدخل، بص الذكاء عشان بس تركز بس كويس وتعرف ان الناس دي كانت بتفكر في مدخل مضيق باب المندب. خلاص، اسماعيل عمل ايه هنا في مدخل مضيق باب المندب؟
عمل حاجه اسمها فنار. حاجه اسمها ايه؟ فنار. طيب يعني ايه فنار حضرتك؟ الفنار زي المناره كده، زي مناره اسكندريه، اللي هو المبنى اللي بيبقى فوق كده فيه نار والعه علشان السفن في البحر. طبعا زمان لا كان في GPS ولا اي حاجه، كان في بوصله طبعا، ما كانش في اي وسيله تانية. فكان من الوسائل اللي بتدل السفن في البحر على المينا اللي هم رايحين ليها المناره او الفنار. فاسماعيل باشا علشان تعرف ان هو برضو راجل ذكي وما سابش حاجه للصدفه، عمل فنار في منطقه بربره على ساحل البحر الايه؟ الاحمر. يبقى اسماعيل باشا بسم الله ما شاء الله اشتغل في الطرق البريه والنهريه والبحريه في كل الجوانب. وبالمناسبه عشان برضو تبقى طالب فنان كده زي احنا اتفقنا، ان انت تفهم المنهج بتاعك ده معمول للفهم، معمول انك تربط المنهج ببعضه خلاص، وانك تربط الترم الاول مع الثاني وتربط التاريخ مع الجغرافيا. ما تعملش كده زي القديم بقى والشغل ده، احفظ كلمتين وبما تفسر واسمع معرفش ايه واغنيه ايه. خليك فنان كده وافهم وفكر معايا ماشي، واتعلم المصطلحات بجد، يعني ما تقولش مصطلحات تافهه لو سمحت خلاص. طيب يعني من ضمن المصطلحات المحترمه اللي بتقولها المناره ديت والموانئ اللي عملها دي اسمها ايه؟ دي بنسميها دعم لوجستي. دعم ايه؟ لوجستي. يعني ايه دعم لوجستي حضرتك؟ يعني حضرتك انا لما اعمل استراحات في الطريق ده اسمه دعم ايه؟ لوجستي. يعني ايه؟ يعني الدواب وهي جايه محتاجه مني دعم، محتاجين ياكلوا، محتاجين اوفر لهم ميه، محتاجين كذا 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 خلاص، فده اسمه دعم لوجستي خلاص. طيب السفن اللي ماشيه في البحر محتاجه صيانه، السفن محتاجه تتذوب بالوقود في الوقت الحالي، فلازم يجوا على الموانئ ويلاقوا الدعم اللي هم محتاجينه من الصيانه ومن البنزين ومش عارف ايه وكل الكلام دوت خلاص. فيبقى حضرتك لما اعمل مناره واعمل ميناء واعمل استراحات على الطريق ده احنا بنسميه دعم لوجستي. تمام؟ تمام. تعال بقى نكمل اخر حاجه في عصر اسماعيل باشا، وحقيقه احنا قلناها قبل كده اصلا، اللي هي البريد والتلغراف. ودي برضو هنربطها بعصر عباس وسعيد، لان اللي بدأ يعمل بريد وتلغراف هو سعيد مش اسماعيل. ده بدأها خلاص، زي السكة الحديد اللي بدأ سعيد خلاص. لكن ايه اللي حصل؟ عباس كالعادة هو وسعيد كانوا بيعملوا الحاجات دي في مصر، السكة الحديد في مصر، البريد في مصر، التلغراف في مصر، كل الكلام ده. لما يجي اسماعيل منطقي ولوحدك وانت كده فهمت ان هو هيعمل مكاتب للبريد فين؟ في السودان، وأسس إدارة للبريد في منطقة الخرطوم سنة 1873 خلاص. البريد اللي هو الجوابات، اللي هو عارفين انت البوسطة يعني، او الجوابات وكل الكلام دوت خلاص. فده عملها سعيد وعملها اسماعيل، وهو اللي وصلها للسودان، ودي برضو كانت نقلة حضارية زي موضوع السكة الحديد. طيب اخر حاجة عملها برضو من ضمن اصلاحاته هو خطوط التلغراف. طيب يعني ايه خطوط التلغراف؟ عشان برضو تركز في النقطة ديت. بص يا سيدي الفاضل، خطوط التلغراف دي كانت وسيلة اتصال في وقتها، كانت حديثة جدا، الواتساب بتاعهم يعني، حلو الكلام. طيب بس كانت بتنتقل ازاي الرسائل ديت؟ ما كانش في شخص بيمتلك تلغراف في بيته يعني او معاه زي الموبايلات بتاعتنا وكل الكلام ده، لا كان في مكاتب زي مكاتب البريد بالظبط خلاص. انت تروح للمكتب دوت، ده مكتب تلغراف، انت عايز تبعت تلغراف لواحد في اسكندريه مثلا، بتقول لهم الرساله بتاعتك وعنوانه، وهم ياخدوا منك الرساله والعنوان دول وينقلوا الحروف الى ذبذبات خلاص، تك تك كده، تك 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 وهكذا. كل تكتكه من دول بتدل على حرف معين، والتكتكه ديت او الذبذبات دي كانت بتمشي في السلك، يعني كانت اشارات سلكيه زي التليفون الارضي اللي عندنا في البيت ما حدش بيتكلم فيه دوت، اللي هو بنستخدمه للراوتر دوت، الصوت بينتقل في السلك، مش زي الموبايل الهوائي والصوت بينتقل عبر الاقمار الصناعيه وكل الكلام دوت، لا كانت وسيله اتصال سلكيه. فكان الذبذبات او الحروف اللي اترجمت الى ذبذبات دي بتمشي في الاسلاك، تنتقل لمكتب التلغراف اللي احنا عايزين نوصل له الرساله.
يسمع الراجل بقى الموظف اللي قاعد يحول تاني الذبذبات ديت الى حروف، وبالتالي يكتب الرساله ويسلمها للراجل اللي انت عايز توصلها له. يبقى التلغراف كانت وسيله مهمه جدا، وسيله اتصال حديثه ومتطوره جدا 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 في الوقت دوت، وكان ليها دور كبير قوي في القرن ال19. وزي ما عملنا مكاتب بريد في السودان، عملنا كمان مكاتب تلغراف في السودان. طيب آخر حاجة بقى في الدرس بتاع النهاردة، وهو عوامل توقف الفتوحات أو التوسعات أو الكشوف الجغرافية في عهد محمد علي وخلفائه، واتكلمنا عنها قبل كده برضو، وقلنا إن إحنا عندنا مشكلتين أو هضبتين كنا عايزين نوصل لهم: هضبة البحيرات الاستوائية اللي هي المنبع الدائم لنهر النيل، وهضبة أثيوبيا اللي هي المنبع الموسمي لنهر النيل. طيب ليه ما عرفناش نطلع للهضاب ديت ونسيطر عليها سيطرة كاملة؟ قلنا علشان في ظروف طبيعية أو معوقات طبيعية قابلتنا، وفي برضو معوقات بشرية. طب المعوقات الطبيعية اللي قابلتنا زي ما أنا قلت لك قبل كده، منطقة فيها مستنقعات وفيها غابات، في أمراض منتشرة، في شلالات، وفي جنادل موجودة، وفي كمان إنك طالع عكس انحدار الهضبة. احنا اتفقنا في الترم الأول ان هضبة اثيوبيا مرتفعة واحنا في مصر تحت، فانت عايز تطلع لاثيوبيا فوق، فالطلوع لفوق دوت مع وجود الشلالات والجنادل والاوبئة والامراض وكثرة الامطار كان موضوع صعب جدا جدا ان حد يطلع لفوق. طيب يبقى المعوقات الطبيعية اللي قابلته اني بمنتهى البساطة عندنا عدم صلاحية للملاحة ببعض الانهار اللي هي الجنادل اللي انا قلت لك عليها، خلاص، وكمان المستنقعات منتشرة، الطرق البرية كانت ضيقة جدا ومتعرجة، عندنا أمراض وأوبئة كتير كانت منتشرة، غزارة الأمطار زي ما قلت لك مع ارتفاع درجات الحرارة عند خط الاستواء، فيبقى في معوقات كبيرة جدا قابلت المستكشفين: أمطار، ارتفاع حرارة، أوبئة، أمراض، مستنقعات، جنادل، الانحدار بتاع الهضاب انت طالع عكس الانحدار، خلاص، الشلالات اللي موجودة، ضيق الطرق، كل دي معوقات قابلت المستكشفين المصريين هناك، وما قدرناش نكمل خاصة في اثيوبيا بسبب القصة دي. طيب المعوقات بقى البشرية اللي موجودة يعني حاجة سهلة جدا، وهو سوء الأوضاع الداخلية في مصر، خاصة في نهاية عصر الخديوي اسماعيل. طيب ايه القصة ديت؟ دي قصة برضو من القصص ان انت لو درست تاريخ مصر الحديث نفسه كنت عرفته، ان مشكلة اسماعيل باشا، احنا قلنا اسماعيل نسخة طبق الاصل من محمد علي، هو للأسف هو نسخة بس مش طبق الاصل. ليه؟ لان محمد علي لم يستدين، ما خدش قروض خالص، فما كانش بيمارس عليه اي ضغوط. لكن اسماعيل مشكلته انه هو خد قروض كثيرة جدا من الدول الأوروبية، وبالتالي اتفرض على اسماعيل ضغوط كتيره جدا جدا جدا، يعني فوق ما انت متخيل، وانتهت القصه ديت وقصه الديون والضغوط بعزل اسماعيل نفسه، يعني اسماعيل نفسه اتشال من الحكم بسبب الضغوط والقروض اللي كان هو واخدها والقصه ديت. فسوء الاحوال في اخر عصر اسماعيل وقله الاموال والقروض اللي كانت موجوده يعني منعت اسماعيل ان هو ينفق على الحملات دي اكتر من كده، فتوقفت الحملات بسبب عدم توافر الفلوس. يعني حاجة تانية هو الاستعانة بالاجانب وتعيينهم في الوظائف العليا. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني المشكلة برضو اني زي ما قلنا محمد علي جاب ضباط فرنسيين ومش عارف ايه، اسماعيل جاب ضباط اجانب، ده الناس اللي راح تستكشف، ما بالك بقى بالاداره والحكومه المصريه والاداره في السودان كان فيها اجانب كتيره جدا جدا جدا. والاجانب دي وانا قلت لك في الاول خالص ان كان في صراع مين اللي يلحق يستكشف ومين كل الكلام ده، فانت لا تستبعد ان الموظفين الاجانب اللي كانوا موجودين وخاصه في نهايه عصر اسماعيل مع الضغوطات اللي كانت بتمارس عليه، ان الموظفين دول كانوا هم اللي بيعوقوا حركه الكشوف ديت وبيعطلوا زي ما بنقول كده بالبلدي، بيعطلوا المراكب السايره علشان يقللوا من التوسعات المصريه ويدوا فرصه للاجانب هم اللي يتوسعوا او يستكشفوا قاره افريقيا. يبقى المعوقات الطبيعيه فهمناها امطار وجنادل وما شابه، المعوقات البشريه الديون اللي كانت موجوده في عصر اسماعيل، والموظفين الاجانب اللي كانوا بيعطلوا المراكب السايره زي ما بنقول. طيب
كده يبقى بمنتهى البساطة الدرس كله خلص، اللي هو دور مصر الحضاري في عصر خلفاء محمد علي، والوحدة كلها خلصت. والمهم زي ما اتفقنا ان احنا نحاول نشوف الاختلافات والتشابهات والربط ما بين عصر محمد علي وخلفائه. وعلشان تعرف بقى الربط وتعرف ان انت في اولى اعدادي الدنيا مختلفة، وانت بتاخد المنهج بطريقة ثانوية عامة وهي الربط والاستنتاجات والتحليل، علشان بقى تعرف كل الكلام ده وتعرف ازاي تربط وتعرف ازاي تستنتج. استنانا في الحلقة اللي جاية، هدمج لك الدرسين بتوع محمد علي وخلفائه مع بعض في محاضرة واحدة وفي حصة واحدة، واربطهم لك كلهم مع بعض. تبقى محاضرة مهمة جدا 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 جدا، استناها. ولو ما اشتركتش في القناة الحق اشترك بسرعة. سلام عليكم.